السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ياك بخير؟ نتمنى ان الاحوال ديالكم تكون طيبه، ونتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. عواشركم مبروك ورمضان مبارك سائر، الله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله يا ربي. اول حاجه نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم على رسول الله. وثاني حاجه فريمون ما كنتش معوله ندير هذا الفيديو، ولكن يعني جاوني اسئله كتير كتير كتير، وقلت عوض ما نجاوب كل وحده بوحدها فغنجاوب على شكل فيديو. قلت لكم جاوني اسئله كتير، فقلت عوض ما نجاوب كل وحده بوحدها غنجاوب على شكل فيديو. المهم بالنسبه الاسئله اللي جاوني على واحد لا فيديو كنت حطيته تقريبا هذه 5 شهور تقريبا. كما كتعرفوا انا كنت درت واحد لوبيراسيون وشاركت معكم التجربه ديال هذيك لوبيراسيون اللي كنت درت. ففي الاول يعني لي كومونتير اللي كانوا في الاول كلهم كيقولوا دنيا الله يشافيك الله يشافيك الله يجيب لك الشفاء الله يجيب لك الشفاء. وبالنسبه مؤخرا جاو تساؤلات كتير 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 من عند البنات على هاد القضيه ديال الورم الليفي اولا الفيبروم اولا الكره كما كنسميو حنايا. فكل وحده كيفاش طرحت عليا السؤال، فريمون كل وحده كيفاش طرحت عليا السؤال. كاين اللي قالت لي انايا، ولكن قبل الاكثريه ديال الاسئله كانوا على الخوف. انا خايفه، انا بغيت ندير لوبيراسيون خايفه، انا بغيت ندير العمليه خايفه دنيا اختي، انا في الخلعه، انا في الخوف، انا في هادي، انا في هادي. راه لما جيتيش تحيدي الخوف انتي، يعني كنقول لك انتي لما جيتيش تحيدي الخوف راه ما عمرك ما ديري العمليه. راه بصح الا ما جيتيش تحيدي الخوف راه ما غديريش العمليه. علاش؟ ديما انت خايفه. ناري غندير العمليه غتبقى شي حاجه، ناري غندير العمليه ناري انا خايفه، ناري غندير العمليه وليداتي، ناري غندير العمليه عائلتي، ناري انايا، ناري لا 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 لا. حيدي الخوف. انا بالنسبه لي انا الفيديو اللي كنت درت وقلت لكم انا دازت العمليه صعيبه ودازت قاصحه فريمون قاصحه. فعلاش قلتها لكم؟ لحقاش انا التهاون ديالي انا راه 10 سنين واختكم هازه المرض. راه ماشي سهله، راه ما سهلاش انك 10 سنين وانتي مريضه. راه ما سهلاش، راه فريمون ما سهلاش. راه 10 سنين سهله بالفم، ولكن صعيب انك تهزي مرض 10 سنين، صعيبه. داكشي علاش كنقول الاخوات اللي عندهم الورم الليفي والطبيب قال لك خصك دير لوبيراسيون، خصك ديري العمليه، سيري ديري اختي. انا علاش قلت لكم انا كان فيا الخوف وكانت العمليه ديالي دازت صعيبه بزاف؟ راه نعاود نقولها، راه 10 سنين. راه ما سهلاش انك 10 سنين تهزي المرض، راه ما سهلاش، راه بصح ما سهلاش. راه انا 10 سنين والورم الليفي كياكل مني، 10 سنين والورم الليفي واخد راحته، فما سهلاش. داكشي علاش العمليه كانت صعيبه صعيبه صعيبه، ونعاود نقولها صعيبه بزاف. راه اللي ما نتمنى حتى شي واحد، ما نبغي حتى وحده تكتب لي في كومونتير تقول لي حتى انا دنيا اختي 10 سنين. والله ما نبغيهاش، ليه؟ لحقاش انا عارفه يعني قد ما طالت المده قد ما العمليه كتكون صعيبه، قد ما هو الفيبروم يعني الورم اللي فيه كيدير الجذوره ديالو كما كنقولوا. لا اختي حيدي الخوف منك، لا لا اختي حيدي الخوف منك. كاين اللي غيسولني يقول لي دنيا مالك اختي ل 10 سنين، مالك اختي ل 10 سنين. 10 سنين ظروف اللي خلاتنا نبركو 10 سنين، مسهلاش ظروف. وكنت واحد الحاجه، واحد الخطا كنت كنديرو، وانني ما كنتش كنبغي راسي، ما كنبغيش ذاتي، ما كنبغيش راسي. كنت كنفكر في الغير اكثر ما كنفكر في راسي. كنقول لا، نصبر انا على ود واحد اخر اولا وحده اخرى اولا عائلتي ولا هادي باش ما يضروش. فنهار وصل المرض لحدو صافي وليت كنفكر في راسي.
وليت كنبغي راسي، وليت كنبغي ذاتي، فريمون وليت كنبغي ذاتي لواحد الدرجه ما كتصورش من بعد العمليه، لحقاش دزت من الموت والله سبحانه وتعالى دار فيا خير ورجع لي روحي، بحال عطاني واحد لو سين قال لي حافظي على الصحيحه، حافظي على راسك، هذاك التهاون ديالك في صحتك لا لا، حاولي ما امكن ما تخافيش، لا حاولي ما تخافيش، حاولي تحيدي الخلعه وتوكلي على الله سبحانه وتعالى، طلبي الله، شتي الا فيها الخير فريمون يسهل فيها الله. نعطيكم تجربه، انا قبل دابا كنت العمليه كنت غنديرها العام اللي فات، يعني كنت دابا راه عندي عام ونص باش درت العمليه، فكنت غنديرها العام اللي فات، وجدت الوراق التحاليل ديالي كلشي، تخيلوا معايا كلشي وجدته، لدرجه اني حطيت الوريقات ديالي في لاكلينيك وكلشي. سبحان الله، طلبت الله قلت يا ربي انا دابا حطيت وريقات وداكشي، لكن هاد العمليه فيها خير ليا، الله يسهل ليا فيها يا ربي يا ربي فريمون. والله كنت كنوض بالليل وكنطلب الله، كنقول يا ربي الا كانت هاد العمليه فيها خير ليا، بحال كنت حاسه بان العمليه صعيبه كنت كنقول يا ربي هاد العمليه اللي فيها الخير ليا يا ربي تيسر ليا فيها، الله يسهل عليا فيها، وما تيسراتش. نقول لكم علاش ما تيسراتش، شو سبحان الله، من وراها مباشره، يعني من وراء هذاك الفتره اللي كنت غندير فيها العمليه مباشره، يعني تقريبا بشي شهر، يعني بحال تخيلوا معايا بحال درت العمليه بشي شهر، من وراها مباشره ما كاملاش كاع شهر، مرضات خالتي الله يرحمها في هذا النهار، انا اللي كاينه اللي خصني نهزها. فتخيلوا معايا كون درت العمليه مرضات خالتي، وخالتي مرضات يعني طاحت الارض مره، ما كتحرك ما والو مسكينه، جاها شلل نصفي، ما كتهضر ما والو، يعني كون انا كنت داير لوبيراسيون، كون داير العمليه، شكون اللي غيقابل خالتي، شكون اللي غيقلبها، شكون اللي كاين اللي كيعرفني شخصيا غيقول لي الدنيا راه كانت معك السيده اللي معاوناك، راه كانت معايا السيده، ولكن السيده بوحدها ما قاداش، راه خصني نكون انا معاها باش نقلب معاها، باش ندوروا على هاد الشيها، باش نهزوها هكا، باش نديرو زوها هكا، باش نهزوها هكا. السيده اللي كانت معايا كتكون معايا غير بالنهار، بالليل كنبقى بوحدي، كنبقى انني مقابله خالتي بوحدي، الله يرحمها في هذا النهار يا ربي، والله يثبت لاجر. يعني تخيلوا معايا كون درت العمليه صعيبه عليا انا، حيت سي اوبليجي انني نقابل خالتي، خاصني نقابلها، وغنصدق صحتي واكله منها، يعني الا درت الغرس تقدر تحل لي العمليه، تقدر اي حاجه توقع. فداكشي علاش الله سبحانه وتعالى ميسرش ليا في هذاك العام، والله فيها خير، والله الا فيها خير، انا راه امري كله كنحطو الله سبحانه وتعالى، فيها خير. فسبحان الله، مرضت خالتي واحد المده الله يرحمها في هذا النهار، توفات خالتي، من وراء الوفاه ديال خالتي بشهر تماك فين ختكم دنيا صافي، تزاد المرض لدرجه انني ما كنتش كنقدر ناكل، ما بقيتش كنقدر ناكل، يعني محتاجه غير السوائل، الماء، عصير فقط، لدرجه والله القسم البنات ديك عصير ديال لافوكا اللي كيكون معليه فخوي وكيكون عاقد ما كنكملش الكاس، صافي كنشبع، كيوصل لي لهنا صافي بارك عليا، ما كنكملش فريمون، ما كنكملش الكاس. تماك فين دنيا اختكم فكرات وقالت الدنيا حيدي الخوف وحيدي الخلعه، وفكري في راسك، راه تابعك العمليه، لوبيراسيون خصك ديريها، والمرض خصو يتحيد، دونك قولي بسم الله وتوكلي على الله. صافي تماك فين درت العمليه. نعاود نقول انا العمليه ديالي دازت صعيبه، لحقاش 10 سنين وانا هازه المرض. بالنسبه للبنات اللي كيقول لي دنيا حنا فينا الخلعه، مني شفنا الفيديو ديالك تخلعنا،
لا حبيبتي لا، انا راه 10 سنين وانا هازه المرض، راه ما ذكرتهاش في هذاك الفيديو، انا راه 10 سنين وانا هازه المرض. الا كنتي اختي انت غير عام اولا عامين اللي باش عرفتي راسك مريضه، اولا غير مؤخرا وقال لك الطبيب ديالك خصك تحيدي الفيبروم اولا الورم الليفي، حيديه اختي، حيديه بغيداتك. قولي انا عطاني الله سبحانه وتعالى واحد الذات خصني نحافظ عليها، خصني نحافظ على صحتي لوليداتي لداري لذاتي، نحافظ على واحد الحاجه عطاها لي الله سبحانه وتعالى اللي هي ذاتي، نحيد منها واحد المرض، واحد الليف، واحد الورم عفوا ليفي. هذه كنقطه الاولى باش نحيد الخلعه. النقطه الثانيه بالنسبه لي انا النقطه المهمه بالنسبه لي انا كنهضر على راسي، بالنسبه لي انا النقطه المهمه، هاد النقطه الثانيه هي نقطه مهمه، هو انه تكون عندك واحد الثقه في الطبيب اولا في الطبيبه اللي غيدير لك لوبيراسيون، تكون واحد الثقه في الطبيب ديالك اولا في الطبيبه ديالك اللي غدير لك لوبيراسيون، تكون واحد الثقه ويكون واحد الحوار بينك وبينهم. بالنسبه لي انا ثقه عمياء انا عندي واحد الثقه في الطبيب ديالي والله يعمرها دار، ونحل واحد القوس ونقول ليه شكرا لك بزاف، لا انت لا الزوجه ديالك لا ليكيب اللي كان معايا في لاكلينيك، ليكيب كامل اللي كان معايا في لوبيراسيون، فكنقول لهم شكرا. كما سبق لي قلت لكم خص تكون عندكم واحد الثقه في الطبيب ديالكم. فكري في راسك، فكري في ذاتك، فكري فريمون، فكري في راسك، قولي خصني نحافظ على صحتي لوليداتي بزاف د الحوايج، الراسي ابار وليداتي نحافظ على صحتي الراسي. كوني فخوره براسك وكوني انانيه شويه في راسك يكون عزيز عليك راسك. الحمد لله اللهم لك الحمد. هي باش نقول لكم راه الصحه ما كترجعش كما كانت، باش نقول لكم راه فينا الكادر الصحه ما كترجعش كما كانت. راه انا بالنسبه ليا كنهضر على راسي، راه اون فوا كيدخل المقص للذات صافي الصحه كتم غدا كتدهور. ولكن الحمد لله، ولكن ملي كتكوني انت فخوره براسك سبحان الله، ملي كتكوني انت عزيزه عليك راسك صحتك كتكون زوينه، حيت ديما كتعطي واحد الطاقه ايجابيه. انا عزيزه عليا راسي، انا عزيزه عليا ذاتي. هذه بالنسبه للسيده اللي قالت لي فيا الخوف. طريقه باش تحيدي الخوف هو ان تكون عزيزه عليك راسك، خصك تحيدي هذاك المرض. وثاني حاجه تكون واحد الثقه بينك وبين الطبيب ديالك، تكوني ثقه فيه، تكوني مرتاحه ليه، الطبيب اولا الطبيبه ديالك اللي غدير لك لوبيراسيون. بالنسبه لواحد السيده قالت لي دنيا اختي، لا ما خفت نكذب سميتها لبنى، قالت لي دنيا اختي انا فقر الدم عندي فيه 8.8 وسي اوبليجي عليا ندير لوبيراسيون، يعني ضروري ما ندير لوبيراسيون. سأبشرك خيرا اختك دخلت عمليه ب6، يعني دخلت وانا التحليله ديال فقر الدم فيها 6 ماشي 8.8، 6. وفاش دخلت لوبيراسيون هبطت لي التحليله ديال الدم ل3 ولا طونسيون طلع ل 18. هادشي اللي بغيت نقول لك فهمتوا؟ يعني انا هذيك المده ديال 10 سنين خلى العمليه دوز صعيبه باش تعرفوا، هذا يكون المده ديالها تكون طويله، حتى انا دخلت مع 9 ديال الصباح وخرجت حتى 3 ديال العشيه. دخلت 9 ولا مع 9 ونص خرجت مع 3، المهم 3 ونص خرجت من لوبيراسيون وديرت الريانيماسيون، ديرت الانعاش. ف السيده اللي قالت لي 8.8 استشري مع الطبيب ديالك اولا الطبيبه ديالك، وهي عارفه راه هي ادرى، وهي ناس ذوي الاختصاص زعما ماشي ما يكونوا احسن منا ب1000 درجه. المهم غير بالنسبه لي كتجربه ديالي انا دخلت بالصه التحليله فيها 6. سؤال واحد اخر هو ديال واحد الاخت قالت لي انا الفيبروم اولا الورم الليفي عندي فيه 8 سنتيم. دنيا اختي 8 سنتيم وانا مخلوعه، غنبشرك حبيبتي انتي خير انا فاش دخلت ندير لوبيراسيون ما نقولش لك الفيبروم شحال كان فيه، حاجه واحده اللي غنقول لك انها الفيبروم 10 سنين هو فيا، يعني تخيلوا معايا. وثاني حاجه اللي ما كيعرفنيش، يعني تلاقيت مع شي مره شي حاجه كدير بحال هكا كتقول لي الله يفكك على خير، الله يجي يفكك على خير، يعني فريمون كلشي كانت كبيره. وفاش حيدوا لي انا لي فيبروم عبروهم يعني فهمي انت يعني. فالله يسر لك، الله يسهل عليك،
الله ييسر امرك يا ربي يا ربي. وحده اخرى عاوتاني قالت لي دنيا انا عندي فيبروم وخصني ندير لوبيراسيون ولكن راه عندي فقر الدم. اختي راه قد ما بقى الفيبروم فيك قد ما فيك فقر الدم، قد ما غيكون فيك فقر الدم. راه قد ما خليتي الفيبروم اولا الورم اللي فيك قد ما غيكون فيك فقر الدم. مساله طبيعيه، سولي على الطبيب. راه قد ما الورم اللي فيك كاين قد ما فقر الدم كاين. راه هو مناش كيتغدى من هذاك من هذاك الدم اللي عندك. مناش كيتغدى ديك الكريات الحمراء ديالك والحاجه الزوينه كياخذها. يعني راه عمرك ما غتعالجي فقر الدم والفيبروم باقي جامي. وسولي على الطبيب. فباش تعالجي فقر الدم حيدي لك المرض ديالك، الله يسهل عليك، الله ييسر امرك حتى انت يا ربي يا ربي. راه انا قبل ما ندير العمليه كنت كنشرب الدواء ديال فقر الدم، وقد ما انا كنشربو قد ما كنستافد منه والو، بحال كنخوي الماء في الرمله، بحال كنخوي الماء في الرمله، فريمون بحال كنخوي الماء في الرمله، ما كنستافد حتى حاجه. حاجه واحده اخرى بالنسبه للبنات اللي غيديروا لوبيراسيون اللي عندهم ورم في الورم عفوا الليفي وغيديروا لوبيراسيون من بعد العمليه. اختي كنصيحه من بعد العمليه تبعي شهر ونص، سيري ديري التحليله ديال فقر الدم، تبعي فقر الدم ديالك شهر ونص، سيري ديري التحليله، سيري ديري كونترول عند الطبيب ديالك اللي دار لك لوبيراسيون، سيري ديري كونترول عنده. ما تاكزيش على راسك، بغي ذاتك، بغي راسك، كوني انانيه، بغي راسك، يعني ما تاكزيش على ذاتك. واخا اختي ما تاكزيش على ذاتك، والله ما تاكزيش على ذاتك. سيري ديري التحليله ديال فقر الدم، ما فيها باس. 80 درهم، ديري 80 درهم بحال طاحت لك، سيري ديري التحليله ديالك ديال فقر الدم. حاجه واحده اخرى عاوتاني، سؤال واحد اخر. لا بليبار ديال الاسئله كانوا على الخوف، فكنقول لكم حيدوا الخوف، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، ترجاو الله، طلبوا الله سبحانه وتعالى ان تدوز العمليه بخير وعلى خير، وبغي ذاتك وبغي راسك، وفي نفس الوقت تكون واحد الثقه في الطبيب اللي غيدير لك لوبيراسيون، يعني في الطبيب اولا الطبيب اللي غيدير لك لوبيراسيون تكون واحد الثقه. سؤال واحد اخر ديال واحد الاخت قالت لي دنيا اختي انا عندي 35 عام والطبيبه ديالي قالت لي خصك ديري العمليه وانا باقا بلا زواج بلا والو، وانا خايفه. مناش خايفه من الرحم ديالك يطرى فيه شي حاجه؟ من حقك تخافي، ولكن قبل ما ندير العمليه غنهضر مع الطبيبه ديالي اولا الطبيب ديالي، غنقول ليه الله يرحم لك الوالدين، الله يعطيك الخير، الله يسهل عليك، انا باقا بنت، لكن انت غتحيد ليا الورم الليفي، حاول ما امكن انك ما تقيش ليا الوالده ديالي اولا ما تقيش ليا الرحم ديالي. كونوا على يقين، الا كان انساني غيستجب لك، يقول لك والله بنتي تندير معك المستحيل وما نقيش لك الوالده ديالك وما نقيش لك الرحم ديالك. هذا سؤال مهم. واحد السيده والله الا صيفطته ليا قالت لي دنيا اختي انا خايفه من هذا الشيء. لا اختي ما تخافيش، علاش قلت لك خص يكون واحد الثقه بينك وبين الطبيب، ويكون واحد الحوار قبل من العمليه. غتمشي غتقوليها لي بحال هكا، تقولي انا دابا انت قلتي لي لوبيراسيون غنديرها ان شاء الله وغنتوكل على الله وكل شيء، ولكن عندي طلب انه انا باقا بنت، انا باقي قدامي مستقبل، باغا نتزوج، باغا وليدات، فحيد لي الورم وحاول ما امكن الا كانت بالاستطاعه انك تحافظ لي على الرحم ديالي. قالت لي راه عندي 35 عام وقالت لي وانا كبرت. لا حبيبتي علاش كبرتي؟ راك اختي بغيتي تشرفينا قدي مالك اختي، حنا باقي صغار الحمد لله، حنا في مرحله الشباب. حبي ذاتك، عمرك ما تقولي كبرتي. علاش كبرتي اختي؟ علاش 35 عام بانت لك راسك كبرتي؟ باقي المستقبل قدامك، باقي. انت قلتي باقا ما تزوجتيش، الله يسهل عليك يا ربي يا ربي، الله ييسر لك، الله يسهل عليك بشي ولد الناس، الله ييسر امرك يا ربي يا ربي، والله القسم الى من القلب، الله يسهل عليك بشي ولد الناس، والله يرزقك بالذريه الصالحه، وان شاء الله تدوز العمليه بخير وعلى خير يا ربي، ان شاء الله غدوز بخير وعلى خير. حيدوا الخوف، توكلوا على الله سبحانه وتعالى، وتكون الثقه بينكم وبين الطبيب ديالكم.
هادو هما التساؤلات اللي جاوني على الفيديو ديال تجربتي مع الورم الليفي. نتمنى انني نكون جاوبتكم كاملين، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. واللي شاف لا فيديو ديالي ما ينساش الاشتراك معايا في القناه والضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. ومع السلامه، الفيديو الجاي ان شاء الله.